السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. بعد ما استخدمنا مادة برادة الحديد على الاستانلس وعلى البلاستيك، النهارده بإذن الله هنجرب المادة الجميلة دي على الجبسون بورد أو الجبس. طبعا زي ما انتم عارفين الجبسون بورد أو الجبس هو خامة واحدة ولكن الشكل بيكون مختلف شوية. جبسون بورد اللي هو بيكون عبارة عن ألواح بيكون بنفس الشكل ده، أما الجبس العادي فهو الجبس البلدي. وطبعا ده ليه شغله وده ليه شغله وده ليه مميزاته وعيوبه، والتاني نفس الموضوع. ان شاء الله باذن الله ممكن نتكلم عن الموضوع ده باستفاضه في حاجه يعني ايه مخصصه للقصه دي باذن الله. عشان ما نتوهش من بعض تعالوا نصلي على حبيب حبيبكم صلى الله عليه وسلم في التعليقات، وكمان ندعي لاخواتنا ربنا ينصرهم عاجلا وليس اجلا يا رب العالمين. أول خطوة بنبدأ إن إحنا نحط الأمير على المكان اللي إحنا حابين نلزقه أو نجمعه ببعضه، دي بتكون أول خطوة. وبعد كده بنبدأ نحط المادة اللي معانا اللي هي برادة الحديد، وبعد كده بندي تاني طبقة أو بنرش تاني اللي هو الأمير. أيا كان ده موجود أو ده موجود فهيشتغل مفيش أي مشكلة، المهم يكون سايل، يعني يكون القوام بتاع الأمير بتاعه سايل، ما يكونش اللي هو المتماسك، لأن فيه طبعا أكتر من نوع في الأمير او السوبر جلو. ممكن حد يقول دلوقتي طيب بدل المادة دي ممكن نستخدم الغير الابيض. ممكن نستخدم الغير الابيض، بس انا هنا انا بجرب المادة على الجبسن بورد، فممكن المتاح اذا كانت المادة او اللي هو الغير الابيض مفيش اي مشكلة، ده وده شغال. ولكن انا هنا بجرب المادة على خامة الجبسن بورد برضه علشان تبقى الدنيا واضحة ويبقى كله تمام. الفيديو اللي فات جربناها على البلاستيك وعلى اللي هو الاستانلس، وبسم الله ما شاء الله نجحت جدا جدا وكانت متماسكة بشكل كبير. النهاردة زي ما قلنا هنجربها على الجبسون بورد، وأنا بالنسبة لي حاجة قوية جدا، وبعد ما خلصت بتكون قوية جدا ومتماسكة، يعني أكتر من الغير الأبيض بمراحل كمان. ليه بقى يا جماعة؟ لأن هو بيحصل تفاعل قوي جدا بين خامة الزهر أو خامة برادة الحديد واللي هو الأمير، بيحصل بينهم يعني تفاعل قوي، فبالتالي بيمسكوا بشكل كبير جدا جدا. في حاجات كتير بتمسك مع الأمير أو بيحصل بينه وبين الأمير تفاعل، ولكن بنسب مختلفة. يعني في حاجات بتكون قوية جدا وفي حاجات بتكون ضعيف. مثلا لو أنا استخدمت الملح العادي خالص غير ما استخدم ملح الليمون مثلا، لو أنا استخدمت البيكنج باودر غير ما استخدم الجبس أو الأسمنت، فكل حاجة من دول بيحصل بينها وبين الأمير تفاعل، ولكن بنسب مختلفة. خدتوا بالكم؟ فيعني أتمنى يكون الموضوع بإذن الله واضح، والكلام ده كله الحمد لله شرحناه في فيديوهات منفصلة. وده الفينش يا جماعة بعد ما خلصنا وكله تمام التمام. أتمنى يا رب يكون الفيديو بالنسبة لكم مفيد، الفيديو يعني خفيف ومش طويل، أتمنى يكون مفيد. وما تنسوش تدعوا لإخواتنا ربنا ينصرهم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.